السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدوية. الحلقة النهاردة جديدة ومميزة لأننا هنجيب نسخة البوت المدفوعة ونعمل مقارنة ما بينها وما بين الفري، وكمان هتلاقوها في الجروب بتاعنا لو انت حابب تخش تنزلها وتشتغل عليها. هنزلها لكم إن شاء الله عن قريب النسخة المدفوعة ومتحدثة، وهنعمل مقارنة نشوف الفرق ما بين النسخة ديت والنسخة ديت. يلا بينا نخش نشوفها. طيب زي ما انتم شايفين على الصفحة بتاعتنا النسخة اللي هي مطابقة للمدفوعة على اليمين، والنسخة اللي معانا على طول واللي احنا بنستخدمها اللي هي الفري دي على الشمال. فهنشوف كده نبص بصة ايه الجديد والمميز. زي ما انتم شايفين هنا في حتة زيادة اللي هي مش موجودة في الفري، وهي ان انت عاملين لك ان انت تقدر تخلي اللعبة تفتح لمدة معينة، ولنفترض 10 دقايق ربع ساعة اي حاجة انت عايز تفتحها، وبعد ما تفتحها اللعبة لوحدها تتحول لكلاينت ليس، وديت مش محطوطة في الفري زي ما انتم شايفين. نيجي هنا ننزل تحت شوية نبص لو في حاجة متغيرة. هنا هو اللي هنا. طيب تحت كمان يبقى كده صفحة اللوجن ما فيهاش غير التكة الزيادة اللي هي بتاعت ان اللعبة بتعمل كلاينت ليس بعد مدة انت عايزها مثلا. تمام. نيجي هنا في الايتم نشوف في اي حاجة زيادة. طيب في الصفحة اللي هي الفري حتة الايتم ما فيهاش غير اللي انتوا شايفينه ده وبس، انما في التاني اللي هو المدفوع موجود فيه ان هو يعين في الاستورج، وتقدر من خلال الاختيارات اللي هم حاطينها لك ان انت تقول له disable storage او disable guild storage. طيب ما هو كده كده بيحط في الاستورج الفري، بس لا احنا مش بنتكلم على الاستورج العادية، احنا بنتكلم على استورج الجلد. بمعنى ان انت تقدر مثلا تخش اللعبة دي يكون فيها 4 او بتفتح 6 او بتفتح ارقام كبيرة، فانت معاك مثلا 4 اكونتات بوت وايميل واحد بس بتلعب بيه، فانت كده بتتعب كل شوية ان انت بقى تقوم جاي داخل لامن من الايميل ده والايميل ده والايميل ده والايميل ده. لا انت بتعمل جلد وبتدخل الاربعة دول فيه وبتخليهم يحطوا في خزنة الجلد، واي وقت انت حابب تروح تفضي بتقوم جاي رايح لخزنة الجلد بالايميل بتاعك الرئيسي وتك تك 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 واخد كل حاجة. فدي طبعا حاجة جميلة جدا. زائد كمان ان لو هي مش كده بس، في بعض الحاجات بعض الاوقات الخزنة بتاعتك بتتملى، فلو انت مثلا خزنتك بتتملى ممكن تقوم جاي عامل لكل ايميل جلد لوحده ويبقى له خزنه لوحده زياده اضافيه، فتقدر مثلا ان هو يعين في الخزنه ديت ويعين في خزنه الجلد كمان. فانا شايف ان الاختيار ده جميل جدا. وبتقول له بقى يعين لو هيعين فلوس يعين اي حاجه هنا، ولو عايزه ياخد الجلد من الاستورج كمان، يعني دي خيارات زياده جميله قوي. وهنا مكتوب كمان ايه enable dropping of item at training place، وديت انت بتفتح له ان هو يلم الدروبنج ايتم ويعينها، وشغل جميل خالص. A last restore if someone in your item share party refuses to stop pick up contains items that you don't want it in your inventory. يعني هو كمان هنا بتقول له مش في بعض الاوقات بنبقى احنا مثلا داخلين بارتي ونلاقي اللي معانا في البارتي بيلم مثلا حاجات غريبه، بيلم احجار ملهاش لازمه، عامل البوت بتاعه يلم اي حاجه. فانت هنا في الخاصيه ديت بتفتحها له يرمي الحاجات اللي انت مش قايل له يلمها، فبالتالي وهو بيلعب في البارتي اول ما تجيله حاجات انت مش قايل له انه يلمها بيقوم جاي عاملها على طول دروب ويرميها وتفضل الانفنتوري بتاعته فاضيه. ودي طبعا تركايه جميله جدا في الاس بوت، ويعني صراحه هي جميله قوي. وبتقول له بقى ان هو مثلا كل قد ايه يعمل تشيك
للانفيتور بتاعه عشان يعمل الدروب. بتحدد له مثلا عايز 60 ثانية، عايز دقيقة، 10 دقايق، اللي انت عايزه. كده كده انت بتحدد له الوقت اللي انت عايزه انه يعمل تشيك مثلا. ما هو مش كل شوية يقف ويدور في الانفيتور، لان اكيد في اللحظة دي هيقف وكل شويه يقف من الضرب وكده. لا، ما يوقفش خالص غير مثلا كل 5 دقائق، كل 10 دقائق يقف، والحاجات اللي في الانفيتور اللي انت قايل له ما يلمهاش يقوم جاي يرميها على الارض، والبارت كله التاني طبعا هياخدها، وهتبقى دي حاجه برضو مميزه ليك. ودي التركية جميله قوي في الاس بوت اللي هي النسخه المدفوعه. تعالوا نخش بقى للسيتنج ونشوف ايه مميز هنا. طيب اللي هنا ماشي كله كده زي بعضه. باك تاون زي بعضه، بيهيفير برضه زي بعضه. هنا ديت اتاك موبس زاد اتاك بيت. ديت تكه برضه زياده مش موجوده معانا في البوت الفري، وهي ان هو عامل لك خاصيه وانت طالع التجاره. تمام. لو عايزه يعمل اتاك بريفر الموبس اللي هي اتاك اللعيبه، ماشي، ممكن تعملها له. لو انت عايزه مثلا الموبس اللي بتعمل اتاك للبيت بتاعك او الجيب بتاعك يعملها له. بمعنى ان انا دلوقتي منزل البيت بتاعي وانا بضرب في الموبس، والبيت ده مثلا ليفل ضعيف، انا عامل ان البوت دلوقتي بيلفله مثلا. تمام. فهو بيلفله فجأة قام جاي واخد ضربة في التانية في التالتة قام ميت. فانت ممكن تقوم جاي عامل بريفر هنا للبيت، اول ما اي موبس يجي يضرب البيت ده يقوم جاي البوت على طول لحقه وضربه قبل ما البيت يموت. ودي حاجة برضه كويسة، لاننا طبعا ساعات بنبدأ اللعبة صغيرين فمبقاش معاك جولد ولا سلك ان انت تشتري بيت. لما بتعلى وتبقى جامد فبتشتري البيت، تيجي بقى تشتري البيت وتيجي تلفله تلاقي الموضوع بيبقى صعب جدا، وبتعوز بقى تنزل وحوش ضعيفة عشان البيت ما يموتش منك والكلام من ده. لا، هو انت حالا بقى بالطريقة دي تقدر ان انت تنزل البيت معاك طبيعي جدا، وهو هيقعد يضرب في الموبس اللي هتضربه. والبيت لما بيوصل مثلا ليفل 40-50 اعتقد انه بيستحمل مثلا ضربة او ضربتين من الموبس العادية. فدي برضو حاجة جميلة كويسة. هنا بقى كان الاول مثلا تقعد تدور في الاس بوت العادي على السكيل بتاع الديفل، وتفضل تدور يا ادريانو ده مش ظاهر اسم الديفل، انا مش عارف اخلي البوت يضرب البيت والبوت يضرب الديفل، ولا مش لاقي السكيل، انا منقي الديفل بتاعي بلاس 10 واسم تاني غير الاسم اللي مش عارف ايه. لا، هم حلوا لك المشكله ديت. واول ما بتعمل له علامه صح على اكتيفيت سبايرت سكيل اف افيلبل، اللي هو اول ما يبقى متاح طق يقوم جاي ضربه على طول. وهنا برضو حاطط لك الخانه الثانيه اللي هو الزيك also if basic mode not available yet، يعني بيظبط مع الديفل انهم يضربوا مع بعض. وهنا تحت برضو خانه جديده بيقول لك ان انت لو بتحط له ازايز الزيك وهو يقعد يشحنها ويضربها. فدي برضو حاجه جميله قوي قوي في الاس بوت المدفوع والنسخه بتاعته الجميله. نخش للخانه اللي بعدها وهي التريننج. نيجي هنا ايه زياده، دي خانة اللور موجودة الناحية التانية، دي خانة التريس موجودة الناحية التانية برضو بنفس الشكل والصورة دي، والوالك دي برضو موجودة ودي موجودة. مفيش جديد في الخانة اللي هي التريننج بليس. طيب نيجي في خانة السكيل نشوف أي حاجة زيادة. دي برضو نفس الخانة اللي هنا هي اللي هنا معانا، نفس كل حاجة. اللي بعدها الشات، اعتقد ان الشات مش هيبقى فيها حاجة مميزة يعني يحطها لك. هي خانة الشات برضو هي. نيجي بقى لخانة البارتي، اعتقد ان دي هتبقى مميزة عن الخانة العادية. طيب الخانة العادية هنا معانا في الفري دي بس جايبين لك صورة البارتي فقط، انما الخانة التانية في النسخة اللي هي المدفوعة موجود بقى يا باشا. بتنزل تحت كده، وهنا بقى جماله. وهو بعض الاوقات بيبقى فيه بارتي اللي هو ايفنت بارتي.
ايفنت بارتي دي الناس اللي بيبقى معاها البوتات اللي بتعمل ايفنت بارتي دي حاجه جميله جدا، لانه هيكسبك انت عشان بتحاول بالحظ. انما هنا يا باشا بتقوم جاي عامل له مثلا ان هو يعمل البارتي، وبعد ما يعمل البارتي بتقول له اكتيفيت، تقول له ديليت، تفضل انت هو عمال بيعمل اوتوماتيك وانت تضغط ديليت 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 لحد ما يجي اسمك، فهوبا تقوم جاي عامل البارتي اللي تقوم جاي كسبان سلك. فدي حاجه برضه جميله جدا موجوده في البوت. زائد برضه ان كمان معمول لك خيارات ان انت تقدر مثلا تفضل فاتح البارتي، تقدر مثلا تقول له اكسبت اي حد داخل عندي. طبعا انت بتعمل البارتي، وبعد ما بتعمل البارتي بتروح تنام، تيجي تبص تلاقي ناس طلعت بوظت لك البارتي كله. لا، البارتي كده مش هيبوظ بالطريقه ديت، لان انت هتقول له مثلا هتكتب ولنفترض بارتي موبس 107 وتقول له انيبل وتقول له اكسبت اي حد. البارتي بتاعك 8 فمش هينفع حد يخش جديد. البارتي بتاعك حد طلع منه وبقى 7، وقتي هتلاقي البوت يا باشا قام جاي عامل لك بارتي جديد، واي حد هيشوف طبعا ان في 7 بلايرز بيلعبهم فيلا نخش، يقوم جاي داخل تبص تلاقي البارتي بتاعك دايما مفتوح ودايما شغال. ودي برضو ميزه كويسه في الاس بوت. موجود كمان معانا خانة بقى اللي هي التصحيات موجود هنا كذا طريقة للتصحية. مثلا لو البارتي كله مات تصحي بايه، لو مثلا واحد مات التصحية الأساسية فبتقدر تحط له 3 تصحيات، بعكس البوت الفري كنت بتحط له تصحية واحدة بس وكان بيلاقي عجز كبير. ولو مثلا حد مات وانت الوحيد اللي بتصحي، فمثلا ده مات فواحد كمان مات، فهيعوز يستنى البفايه بتاع الريزرفيشن تكمل عشان يقدر يروح يصحيه. لا، هنا حاطين لك 3 سكيلات تصحيه تقدر من خلالهم ان انت تصحي بده، وبعد ما ده يموت ده. وكمان في خيارات تحت ان هو مثلا لو اكتر من واحد يضرب بالجروب فيصحيهم كلهم مرة واحدة، وبتفتح له راديوس بقى زي ما انت عايز. ودي برضو حاجة جميلة اوي اوي اوي. دي خيارات تانية برضو. if party player vanished x time during the duration in one session, the player can be automatically deleted from the race list. Note: this feature doesn't work if resurrection all party member independent of race list has been selected. ديت لما يكون واحد مش راضي يصحى، فطبعا كده هيعلق لك البوت، تمام؟ فكل ما هتيجي تروح تصحيه هو مش راضي يقبل الريس، فالبوت معلق. البوت دلوقتي معلق عمال بيدي للناس مثلا بفات، انت كده كده بتسيب الايميل يعمل بف، يدي للناس بفات ويوقف البف ويروح يصحي ده، فالتصحيح عماله تعد كل شويه واخينا ده مش راضي يصحي. فهنا دي برضه خيار جميل قوي، بيقول لك ان انت بتدلته من الليسته بتاعت الريس. اول ما مثلا ولنفترض 3 مرات ورا بعض او 4، انت اللي بتحدد له بقى كام مره، 3 مرات ورا بعض او 4 مرات ورا بعض ما يقبلش الريس، مسافه ما بتدي له واحده في الثانيه في الثالثه ما قبلهمش، بيطلع من خانه الريس. فبالتالي كده البوت هيشتغل واخينا ده يفضل نايم لحد ما صاحبه بقى يجي. اول ما يجي يبقى هو يظبط دنيته عشان ما يقرفناش. ودي برضه حاجه شابوه قوي للاس بوت، لان انا اصلا يا شباب انا من عشاق الاس بوت. يعني انا بحب الاس بوت، مع ان البي اتش بوت امكانياته جميله جدا ومفتوحه. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جاي او فيديوهين جايين عن البي اتش بوت. وعلى فكره انا زعلان منكم قوي لان لسه لحد دلوقتي محدش كلمني واداني البي اتش بوت عشان نعمل عليه فيديو. فيا شباب والله يعني انا زي ما انتم شايفين دايما بجيب لكم كل جديد، دايما بدور على مصلحتكم، دايما بشوف ان انا مثلا ابقى دايما جايب لكم كل حاجه انتوا عايزينها.
فلو سمحت اي حد مثلا اشترى البي اتش كله فبيبقى معاه جهازين زياده مالهمش لازمه او جهاز زياده مالوش لازمه، يا ريت يبعت لي على الواتس هتلاقي الرقم بتاعي موجود. او مثلا حد يكون داعم لينا سبونسر يقوم داخل باعت لي مثلا اورنج كاش، هتلاقي الاورنج كاش برضه موجود في نفس الرقم، يقدر من خلاله يبعت لي وانا ان شاء الله اشحن واجيب لكم يعني اقدر اجيب لكم حاجات ناس تانية مش شرحها. فهي الفكرة في مش بس البوت، في حاجات زي الباي باس، في حاجات زي الفي بي ام، في حاجات زي الفي بي اس اللي هو الار دي بي، وحاجات تانية كتير نقدر نجيبها، بس للأسف دي بتبقى عايزة فلوس كتير وانا مش هينفع، اعذروني ان انا مثلا اجيب حاجة من اجل ان انا اشرحها ومش هستفاد بيها، لان انا في الوقت الحالي مش بلعب سلك رود بسيرفر معين بسبب ان السيرفرات اللي في الوقت الحالية مش قد كده، فانا مش شايف سيرفر كويس اقدر اخش والعب فيه واطول فيه والكلام من ده. نكمل الشرح بتاعنا بالخانة اللي بعدها اللي هي ايه؟ بلاير بافنج. ديت برضو ما فيهاش حاجة زيادة، واذر بلاير معلش اذر بلايرز دي برضو ما فيهاش حاجة زيادة. نيجي في الاوتو كويست برضو ما فيهاش حاجة زيادة عن البوت التاني بتاعنا. الاكسترا اكيد بقى المفروض يبقى فيها في الاكسترا، انا شايف هو ده نفس الصفحة. طبعا هنا نفس الصفحة في كل حاجة ما عدا بقى حتة اللي هي ريزوركشن حاطينها لك هناك في البارتي، انما هنا محطوطة بس مش بالامكانيات بتاع الاس بوت. وطبعا خانة الالارم ديت خانة جميلة جدا للناس اللي مش بتعرف تستخدمها. ان انت تقدر تبقى مثلا بتلعب في مكان فيه يونيك، بتروح تنزل اغنية او موسيقى بصيغة ويف WAV، لازم الصيغة دي، وتقوم جاي منزلها وتعمل اوبن فايل زي ما انتم شايفين كده، تعمل مثلا اوبن فايل وتقوم جاي مختارها، وبعد ما بتختارها بتعمل علامة صح على اليونيك اللي هينزل جنبك، واول ما اليونيك بينزل بيقوم جاي الجهاز عامل لك الموسيقى اللي انت حاططها، فتعرف ان اليونيك كده نزل. مش بس كده، تقدر كمان وانت طالع تريدر او هانتر لو في سيف جه تعلم برضه، او حد عمل اتاك عليك، او حد كلمك، او البلس سكسس او البلس اللي انت عامله والحاجات اللي انت عاملها خلصت. في كمان لو جي ام نزل جنبك او الايميل مات، في اختيارات جميله جدا في الالارم ده، يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي. شغاله برضه في النسخه اللي احنا هنحطها لكم. النسخه ديت موجوده معايا وشغاله كويس جدا جدا جدا، وتقدر تستفادوا بيها. اي حد عايزها هيخش الجروب هيلاقيني ان شاء الله حاططها له. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبك، واتمنى برضه اني ما اكونش طولت عليك، بس انا حبيت اشرح لك المميزات الزياده اللي في البوت اللي احنا جايبينه، وكمان حبيت افهمك شويه تريكات قد ايه جميله ممكن تعجبك. انا مش هطول عليك، وما تنساش اللايك والاشتراك بالقناه. لو مش هتعرف تدعم بالمادة يعني او بالبي اتش بوت، على الاقل ادعمني باللايك والاشتراك والكومنت الجميل اللي يديني حافز ان انا دايما اكون بنزل لكم فيديوهات وكل جديد. شكرا، سلام عليكم.